السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. من المنتظر أن يكون جمال بالعمري اللاعب الجزائري الذي وقع عقدا إلكترونيا مع الوداد الرياضي قد عاد أمس الأحد لمدينة الدار البيضاء، وذلك لإيجاد حل ودي مع إدارة الفريق بعد أن غادره من المعسكر الإعدادي للفريق بمركب محمد السادس لكرة القدم. وكان الوداد الرياضي قد طالب من اللاعب العودة للفريق للمشاركة في التدريب، لكنه رفض العودة، ما جعل إدارة الوداد الرياضي توثق هذا الغياب عن طريق مفوض قضائي في أفق التوجه إلى الفيفا للدفاع عن حقوقه المعنوية والمادية. ويبدو أن اللاعب لا يريد الاستمرار مع الفريق، حيث يعيش ضغطا كبيرا ويريد فك الارتباط بالوداد.